بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نوحد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي، ونخش على الفيديو بتاعنا بقى النهاردة. كله محاشي يا حبايبي. الفيديو بتاع النهاردة جميل 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 كده، تابعوه للآخر. واللي أول مرة يشوف يوميات أم حنين ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد يا حبايبي. صباحكو فل، صباحكو هادي، صباحكو نادي يا حبايبي. جمعة مباركة علينا وعليكم. شوفوا بقى يا جماعة، الممبار لونه الذهبي وطري، والرزية مستوية فيه، والكوسة والمتنجان والكرنب. النهاردة كان يوم محاشي كده، ما شاء الله ما شاء الله. وقلت عمري ما استخسر في حبايبي الطريقة الجميلة بتاعتي. ادي الحلة المشكلة بتاعتنا. الفلفل ده يا جماعة، الفلفلة الطويلة دي في المحشي بتبقى تحفة يا جماعة. بصوا انا بحبها عن الفلفل يعني، حلوة قوي. انت اللي ما جربهاش يجربها. وبصوا طريق المحشي بتاعها حلو قوي، طعمها في المحشي تحفة كده، وبيبقى طري كده، وبيبقى حلو قوي، وبيطلع ريحة تحفة كده في المحشي. النهاردة يا حبايبي بقى عاملين محشي مع بعض النهاردة. فلفل ومتنجان وكوسة وكرنب مشكل كده يا حبايب قلبي. عاملين حلة مشكلة وعاملين ممبار بقى النهاردة كان يومنا كله محاشي يعني. يلا نصلي على الحبيب ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ونخشوا على الوصفة بتاعتنا. واللي ما اشتركش يشترك يا حبايب قلبي، ويفعل زر الجرس ويقول الله ينور عليك يا ام حنين. هنعمله ايه يا جماعة بقى؟ يعني اكتر الحاجة انا موضباها ومجهزاها من بالليل، علشان خاطر المية بتبقى مقطوعة يوم الجمعة كده، والمية عبال ما بتيجي بعد الصلاة. عبال ما بتيجي بعد الصلاة بيكون الكهرباء قطعت عندنا، بتبقى حوسة بصراحة. فانا مجهزة اكتر الحاجة من بالليل. جبنا 3 بصلات زي ما انتوا شفتوهم كده، وخرطناهم تخريط لا كبير ولا صغير زي ما انتوا شايفين كده، وحطينا حتة السمنة على النار. جبنا فلفلتين او شطة اي حاجة يعني، يا اما شطة يا اما فلفل كده، نخرطوها بعد ما البصلة بتاعتنا بتبدأ تصفر. هنقطعه فلفلتين او فلفل اخضر او شطة، او يعني شطة باردة شطة حراقة حسب ما انت عايز. انا علشان خاطر ما مش عايز يعني، اغلبية اللي عندنا ما بيحبوش الحراق، فما حطيتهاش حراق. بصوا وانتوا بتخرطوها كده بتتحط على البصلة واحنا شغالين كده، ريحتها طالعة جميلة يا جماعة. انا لحد كده خلاص البصلة كده تمام. دي طماطم يا حبايبي انا كنت جايباها. يعني انا دايما الطماطم بتاعه الصلصه، انا يا حبايبي بعملها ازاي؟ انا بجيبها وبغسلها وبقطع القمع بتاعها من فوق، وبحطها على النار تتسلق بحالها يا جماعه. تمام. انا ما بضربهاش في الخلاط كده على طول، ولا بسبكها في الدمعه بتاعتي، لا، علشان خاطر الدمعه متبقاش حاميه متعملش حرقان في الصدر. انا بعصج الطماطم لوحدها، وبجيب الطماطم بغسلها وبقطعها 4 تربع كده، او بسيبها بحالها لو الطماطمية صغيرة، وبحطها على النار تغلي بدون اي اضافات بدون اي حاجة. وساعة ما بتنزل المية بتاعتها وبتنشف خالص بضربها في الخلاط، بتديني القوام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حلوة، انا بستخدمها للمكرونة، بستخدمها بعمل بها كل حاجة، وان شاء الله هنزل لكم فيديو اقول لكم تفريز الطماطم ازاي. تعالوا بقى نخش على المحشي بتاعنا. انا حطيت صلصه الطماطم زي ما انتم شايفينها كده، انا مسبكاها، بس انا بقى بسبكها برضو مع البصله بتاعتي يا حبايبي. تمام. حطينا بقى فلفل وكمون وفلفل فلفل اسمر وكمون وكزبره و7 بهارات يا حبايبي. واللي انا فركته ده، دي اكتر حاجه بقى بتخلي تفويحه كده للمحشي. ودي الحاجه الاساسيه اللي انا بحب احطها على المحشي. النعناع يا حبايبي، شويه نعناع ناشفين كده، ده لو ما فيش نعناع اخضر فريش بقطعه مع الخضره. تمام. الخضره بتاعتي اهيت انا غسلاها من امبارح، دي خضره وشبت وبقدونس يا حبايبي. انا غسلاها برضو، منضفاها ومخرطاها وغسلاها كده، وحطاها في المصفى كده من امبارح، ومجهزاها من امبارح برضو عشان الميه لو اتقطعت. ماشي يا حبايبي. الطماطم بتاعتنا اتسبكت الحمد لله، وحطينا الخضره بتاعتنا، والرز كنت انا غسلاه وبنقعه قبلها بنص ساعه ولا حاجه، عشان الرز يطلع معايا طري ومنفوش كده، ويطلع يعني مظبوط. ماشي يا حبايبي. دولت حوالي 5 أو 6 كوبايات رز بمعيار الكوباية اللي أنا بعاير بيها. ماشي يا حبايبي. يلا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي سمعني لحد دلوقتي وما حطش اللايك ما ينساش اللايك يا حبايبي. ماشي يا حبايب قلبي.
بس كده يا حبايبي بقى، نزلنا بالخضرة ونزلنا بالرز بتاعنا، غسلته زي ما قلت لكم، سايباه منقوع قيمة نص ساعة كده، وبعد كده بصفيه من المية، وحطيت الخلطة كلها على بعضها في قلب الحلة اهوت، وقلبت المحشي كله على بعضه. يلا نصلي على النبي يا حبايبي. دخلنا بقى على ايه الممبار ده. انا كنت جايباه برضو امبارح، كنت جايبه كيلو وربع من الممبار، تمام، وغسلاه ونقعاه وحكاه، وتمام التمام التمام يعني. انا غسلته برضو بالليل وحكيته من الوسخه اللي كان فيه، ونقعته في ملح وليمون لحد الصبح، وقمت الصبح شطفته كده برضو بالميه، بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. جبت المقص وقطعته، بقطعه قد الصبع كده يا حبايبي، وبحشي على طول. ديت الميه بتاعته الممبار، جهزتها، حطيت فيها بصلايه، وحطيت ورقتين لورا، وبحط شويه فلفل، وبعدين وحبيتين من الحبهان، وشويه الملح، ونخش بقى على الممبار بتاعنا. هوريكم طريقتين بقى يا حبايبي لحشو الممبار. ماشي يا حبايبي، بس نصلي على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا بقى، ده القمع ده يا حبايبي بقى، انا بعبي بيه العصير في رمضان في الازايز، بعمل بيه الممبار، انا بستخدمه هنا للمطبخ. فلو الممبار بتاعك مثلا رفيع مش عارفه تحشيه، هتعمليه بنفس الطريقه اللي انا بعمل بيها دي. اول مره تحشي ممبار وما تعرفيش بتحشيه ازاي وبيغلبك، برضه هتحشي بالطريقة اللي انا بعمل بيها دي، سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت، بتخليكي تخلصي بسرعة 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 بسرعة. ديت لو الممبار بتاعك رفيع وهيغلبك، او اول مرة تحشي ممبار ومش عارفة، او عايزة تخلصي بسرعة وكده. تمام، انا حبيت ان انا اوريكم التجربة دي. تاني تجربة بقى دي يا جماعة، وانا واخدة على التجربة ديت اللي واخد على حشو الممبار بالطريقة ديت. بصوا، بسرعة بسرعة زي ما انتوا شايفين كده، بفتح الممبراية بصبع الاتنين كده، واروح حشوة بايدي التانية، وببصوا ايوه، بمسح الممبرة كده علشان خاطر تبقى ما تبقاش ملكومة معايا، وتفتح معايا في الرز، وكمان في نفس الوقت ان تبقى واخدة سوا كويس وتبقى طرية معايا. ماشي يا حبايبي، ديت اهم حاجة، ودي اهم تكاية في الممبار، انك تمسحيها كده، لا تخليها فاضية قوي ولا تخليها مليانة رز قوي. وكده انا خلصت كمية الممبار بتاعتي، وزي ما هي كده المية كانت غلت معايا، احط الممبار على طول في قلب المية، بيلحم مني من الجنبين، ولا بربط ولا الكلام ده كله اللي بياخد غلبة. انا زي ما قلت لكم كده، بصوا يا جماعة، انا حشيت الممبار وزي ما انتوا شايفينه كده، وحطيته ما شاء الله. بحط الممبرايه في قلب الميه وهي سخنه، بتمسك في بعضها كده وتلحم من الجنبين، ما شاء الله عليها، تحفه تحفه تحفه، والريحه طالعه جميله، ولا رزايه فضت ولا الكلام ده كله. الميه زي ما انتوا شايفينها خفيفه جدا اهو. هنخش بقى على ايه، على تشكيله المحشي بتاعتنا. وجبت الحله بتاعتنا هي، وده القلب بتاع الكوسه، بفرده كده في الحله زي ما انتوا شايفين. ادي المتنجان، وادي الكوسه، وادي الشطه الفلفله بتاعتنا. هنحشي بقى ايه، هحشي الحله ديت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، تمام. وهوقف ايه البتاع، المتنجان والفلفل والكوسه وكده. زي ما انتوا شايفين كده، انا خلصت الكميه بتاعتها اهيت، ورصيتها وقفتها كده. ففي مكان فاضي الكرنب ده انا كنت جايباه امبارح برضو، وسلقته وحطيته في التلاجة، وقمت الصبح قطعته. ماشي، هاخد منه شويه، هكمل بهم الحته الفاضيه ديت ايه اللي في الحله. شوفوا يا جماعة الصبع، أنا بحب أقطع الصبع، لا هو كبير ولا صغير. وبحب الكرنباية كمان اللي تكون ورقتها خفيفة كده، ما شاء الله عليها، بتبقى جميلة. بس كده يا حبايبي، وادينا رصينا الحلة بتاعتنا المشكلة التحفة دي زي ما انتوا شايفين كده. ادي الشتيطة بتاعتنا، وادي الكرنب، وادي المحشي بتاعنا. هعلق عليه اه، وادينا علقت عليه بالشوربة. تمام يا حبايبي، وطبوا بقى زي الفل، ونازل اهو زي ما انتوا شايفين كده. اتفضلوا معايا يا حبايبي، احلى محشي واحلى تشكيلة محشي في الدنيا، وطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة التسبيكة بتاعته خفيفة جدا، ولا يعمل حموضة، ولا يحرق الصدر ولا المعدة ولا الكلام ده كله. والممبار بتاعنا اهو خلصته وحمرته، وطلع معايا دهبي زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عليه. الصبع بصبعه كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، والحجم كل واحد زي ما انتوا شايفين، ولا بربط بقى بفتلة ولا الكلام ده كله. وبصوا خفيف من جوه ازاي، عشان مش مليان وملكوم. بصوا خفيف من جوه وطري وزي الفل، والرزاية طرية ما شاء الله عليه. وبرضو يا حبايبي، الرز لما بتنقعيه بيطلع معاكي الرزاية طرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.